نسيوا ان اللي مديهم القوه هو اصلا اللي عنده القوه كلها. اتحدوا الله عز وجل واستعجلوا العذاب. قالوا ايه؟ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. عذاب الله عز وجل جالهم على مرحلتين، والمرحلتين اسوأ من بعض. اول مرحله صديقي العزيز، ربنا سبحانه وتعالى ارسل حر شديده جدا. من كتر الحراره دي صديقي العزيز جفت العيون والابار اللي كانوا بيتباهوا بيها. طالما جفت الماء وجفت العيون هيجف النبات وهيموت، والحيوانات هتموت من كتر العطش. حرفيا بقوا عايشين في عيشه مثل الاموات. يجي العقاب الثاني، لقوا سحابه في السماء جايه عليهم. قالوا بس خلاص في مطره، اذا الميه جايه، واذا هنرتوي وكل النباتات هرجع تاني واحنا هنشرب. وهنا تيجي الصدمه صديقي العزيز. تخيلوا ان خلاص ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم، ما يعرفوش ان اللي جاي لهم ده هو اسوأ من اللي حصل لهم. السحابه دي صديقي العزيز تقلب بريح شديد جدا لمده 7 ايام و8 ليالي. كانوا مستكبرين صديقي العزيز ومفكرين انهم اشد واقوى الناس. ربنا سبحانه وتعالى ينتزعهم من مكانهم ويطيرهم، اكن بيطير ورق الشجر. الله عز وجل دائما بيهلك الجبارين باهون الاسباب.